السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بأحوال جيدة يا رب. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ريم أو ريمز كيتشن أو مطبخ ريم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم سفا بريستيج، وغادي نشارك معكم واحد الطبق اللي كيجي راقي، ممكن تحضروه في المناسبات أو إلا جاو عندكم شي ضيوف اللي غاليين فقدموا لهم هذا الطبق. فهو كيجي بريستيج وفي نفس الوقت لذيذه بزاف. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. اول شيء غادي ناخذ واحد القصعه اولا الاناء اللي كيكون كبير كيساعدني في التحضير ديال الكسكس، فخاصه الكسكس كيبغي القصعه اولا شي حاجه اللي كتكون واسعه شويه. كناخذ 500 غرام من السميده الرقيقه او الكسكس الرقيق ديال السفه. غنضيف له واحد نصف كاس من زيت نباتيه، غادي نحاول نبسه مزيان، ندخل له الزيت لجميع الحبيبات ديالو، يعني فخاص نوصلوا له الزيت باش ما يتعجنش معنا في الكسكاس او البرمه فاش نفوروه. غادي نحاول نبسه بيدي مزيان، وغادي نكون دايره البرمه من فوق النار، دايره فيها الماء باش يغلى مزيان. وفي هذا الاثناء كناخذ الكسكاس كنضيف ليه داك الكسكس اللي انا بسسته من قبل بالزيت المائده، وكنضيفوه من فوق البرمه من بعد ما غلى ليا الماء، وكنخليوه لمده ديال 10 دقائق عاد تطلع عليه الغليه مزيان مزيان. وعاد نجيبو القصعه ونجيبو داك الكسكسو باش نعاودو له تفويره اخرى. كنهيدوه من فوق النار من بعد ما تفور مزيان كما قلت لكم، خليته واحد 15 دقيقه التفويره الاولى بلا ما ندير له الماء في التفويره الاولى. فهنا غادي نحتاجو 3 ديال التفويرات للصفه باش ترطب معنا، وفي نفس الوقت ما نكثروا لهاش الماء فاش غادي نرشوها، يعني باش ما تعجنش معنا. فالصفه ماشي هي كما الكسكسو او الطعام ديال الغليظ، يعني فهذه رقيقه فما كتحتاجش بزاف ديال الماء، بالعكس كنرشوها كل مره غير شويه، وفي نفس الوقت كنفوروها باش ما تعجنش معنا بزاف، يعني كنعطوها وقتها الكافي. كنرشها بشويه ديال الماء، كاس ديال العنبه ديال الماء هكذا، كنضيفوا له واحد معلقه صغيره ديال الملحه كندوبوها فيه. من بعد كنحاول نرش، وانا غير بصبيعات يديا كنخلط الكسكسو او الكسكس بهذه الطريقه هذه باش ما يتعجنش، فما نعجنوش كما كندلكو العجينه ديال الخبز، يعني غير بصبيعات يدينا فقط. غادي نحاول ندير له هكذا، نفكك الحبيبات ديالو على بعضياتهم، وفي نفس الوقت كندخل لهم الماء والملحه اللي رشيتهم به. غادي نخليه يتنفخ معايا واحد 10 دقائق، وغادي نضيفوه للكسكاس ونخليوه من فوق النار المره الثانيه يتفور معنا لمده ديال 15 دقيقه هكذا حتى 10 دقائق، وكنحيدوه باش نضيفو التفويره الثالثه كذلك. وهنا من بعد ما دازت مده ديال 10 دقائق، فسمحوا لي ضبط معايا الكاميرا، فغير التصويره طلعت مع الكاميرا، المهم ماشي مشكل. فانا غنكمل معكم من بعد ما تفور التصويره الثالثه. فكما كتشوفوا غادي نحيدو من الكسكاس، وغادي نخليه في نفس القصعه اللي انا او الاناء اللي كنت كنفور فيه، وغادي نحاول نفكه بواحد الملعقه خشبيه او لا سباتيلا او اللي كان متوفر. نحاول نفكه غير الحبيبات ديالو باش ما يبقاوش معجنين معايا. فاش نفكه مزيان وعاد نمشي نوجد واحد الكاس ديال الماء لثالث مره، فنضيف ليه واحد شويه د الملحه الا كان خاصو الملحه، فالا ما كانش خاصو فبلا ما نزيدوا له الملحه غير الماء فقط كنرشو به، اولا الماء اللي نكونوا درناه في التصفيره الثانيه مع الملحه كيشات معنا وكنخليوه للتصفيره الثالثه. حاولت نرشو غير بشويه كما كتشوفوا، فما كنكثرش الماء، يعني غير شيشات خفافين، كنعطيه وقته الكافي وكنعطيه الخاطر باش ما يتعجنش. فكسكسو الا تعجن فهذا كيدل بلي ما نجحش معكم، يعني ضروري ما تعطوه الخاطر باش ينجح معنا. من بعد كنرش وانا كنخلط بالملعقه، كنحاول نوصل الاطراف ديالو كاملين، وفي هذا الاثناء كنكون خاله البرمه من فوق النار، تكون العافيه مهيله طبعا،
وفي نفس الوقت كنخلي فيها الماء اللي كيكون كافي باش تطلع الغليه على الطعام او الكسكسو، باش ما تغلبنيش العافيه والمرمى تشيط معايا. فضروري ما تضيفوا لها الماء، كل مره ضيفوا لها الماء. غادي نعمرو في الكسكاس بهذه الطريقه، وانا كنحله بيديا في نفس الوقت، يعني ما نخليش مكتل ونعمره في الكسكاس. ونخليه يكمل التصويره الثالثه، ونمشيو نشوفوا التزيين ديال السفه ديال اليوم. بالنسبه للتزيين فانا غادي نحتاج البيض السمان. ممكن فالتزيين كيبقى اختياري، غير انا غنعطيكم مجرد اقتراح. فغادي نختار بيض السمان للتزيين، غادي نسلقه في شويه د الماء، وكذلك شويه ديال الكركاع او الجوز، وكذلك شويه ديال اللوز اللي غادي نسلقه ونقليه، وشويه ديال الزبيب اللي غادي يكون يعني غادي نفوره مع كسكسو في التصويره الثالثه باش نزين. فهذا الشيء اللي غادي نحتاجو في التزيين. فغادي نبدا ببيض السمان، غادي نسلقه في شويه ديال الماء. وبالنسبه للمول اللي غادي نزين به السفه، فالسفه بريستيج، فغادي ناخذ هذا المول وغادي نمشي بالنسبه للسفه من بعد ما تفورات هي والزبيب بهذه الطريقه هذه. فكنضيف ليها واحد الملعقه ديال الزبده ديال العبار طبعا، فهي كتكون لذيذه احسن من المارغرين. فغادي نخلط السفه وما حدها سخونه في الكسكاس، وغادي ناخدها ونحطها يعني في المول. فغادي نفرغ الكميه اللي عندي ديال السفه في المول، وغادي نحاول ندريسيها مزيان يعني بالملعقه اولا بيدي. انا كنعمره في نفس الوقت، يعني كنحاول ندرك عليها بيدي باش تاخدنا داك الشكل ديال المول، ودوك الشنيفات ديال المول يتصوروا لنا في السفه، يعني باش يجي الشكل ديالها راقي. وكناخذوا الطبق اولا الصحن اللي غادي نقدموها فيه، غادي نحاول نقلبها غير بلاتي يعني باش باش الشكل ديالها يبقى شد معايا. فانا زربت عليها يعني وتفلقت معايا واحد شويه في الجنب، ولكن ماشي مشكل، ماشي شي حاجه. غادي نحاول نزينها بشويه بحبات من الزبيب اللي فورتهم من قبل مع كسكسو، يعني شويه خلطته مع الكسكس وكذلك شويه خليته للتزيين. بالنسبه للبيض السمان فانا درتهم في عويدات، وغادي نحاول نزين بهم السفه يعني من جنيبات. فالتزيين كيبقى دائما اختياري. وخديت الحبات ديال البرقوق ايضا حتى هما فورتهم، وغادي نزين بهم في وسط ما بين بيض السمان بهذا الشكل هذا. وبقاو لي حبيبات ديال الكركاع، فحاولت نلصق فيهم شويه ديال العسل، وكذلك نلصقهم في جانب ديال السفه، وشي حبيبات كنزين بهم الصحن. وبالنسبه للوز اللي قليته فحتى هو كنزين به الجانب ديال الطبق اللي غادي نقدمه فيه السفه. فالتزيين كيبقى اختياري وعشوائي، فكل واحد على حسب الرغبه ديالو والذوق ديالو. وهنايا رشيت برشيشه ديال القرفه اللي كتكون مطحونه جيدا ومغربله، وكنزين بها الخطوط ديال السفه ديالنا. من بعد ما كملت التزيين ديال الطبق فهذا هو الشكل النهائي ديالو. فهو مجرد تزيين عادي وبسيط، يعني فهو كان مجرد اقتراح شاركته معكم. فان شاء الله يكون عجبكم الاختيار ديال اليوم والوصفه ديال اليوم. والى عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، وتدعموني بلايك وتعليق يكون جميل. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء فيديو آخر في وصفة أخرى إن شاء الله. وما تنساوش بالنسبة للناس اللي جدادين معنا فمرحبا بكم وألف مرحبا في القناة ديالي، وإن شاء الله يكون عجبكم المحتوى. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات والفيديوهات ديالي. إلى اللقاء ومع السلامة وشكرا.